ايه ده لا 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 كات، ده غلط يا جماعه، غلط ما ينفعش. لان انا لو قلت معلومه غلط وحد قال لي ان ده غلط، الموضوع هيقلب بخناق، وفي الاخر هقول له طب وانت مالك؟ طب ما كمل اول. واذا كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زيك، ده مؤاخذه يعني، يبقى اقول على الدنيا سلام. اسألي من قلبك واسألي وانا كتير، لا كتير يعني. في حاجات كتير بحب اعملها بصراحه، مش على هوا الناس خالص يعني. اكيد ممكن ساعتها اخد راي اللي قدامي، اللي هو انت معترض ليه اصلا على حاجه، وافهم وجهه نظره بسبب اعتراضه يعني. ممكن ساعات يخليني اقتنع، ممكن يخليني ان انا ارجع في قراري. بس لو السبب اللي هو قاله ما اقنعنيش، خلاص بفضل ماشيه في طريقي يعني عادي. ولكن سمعتها. والله هو يعني انا بحاول اقنع، يعني انت حاجه طبعا انت مش على هوا الناس، مهما عملت مش هتعرف تقنعهم، بس انت بتحاول تقنع وتطلع اللي جواك ان انت بترتاح كده. بس في الاول وفي الاخر لا، هتلاقي الكونكلوجن في الاخر ان انت برضو عملت حاجه غلط، مع انها مش شرط تكون غلط، بس هي قصاد الناس لا انت عملت حاجه غلط. لو هو اقتنع فعلا بحس ان انا عملت حاجه. بس ساعات كتير، وده بيتكرر كتير، ان انا اقعد يعني اشرح واحاول اقنع في اللي قدامي، هو في الاخر اللي هو اصلا هو ما سمعنيش اصلا تقريبا يعني. فساعتها بحس اللي هو باحباط يعني. برتاح، انا لما بطلع اللي جوايا طبعا برتاح، ما فيهاش نقاش. بس الفكره بقى في اللي قصادي بيبقى رده ازاي. تمام، انا حاسس ان انا مبسوط ونجحت وصلت اللي انا عايزه بصرف النظر عن اي حاجه. واكيد دي حاجه ممكن يعني مش هكدب عليك، ممكن تضايق لو حد اللي هو مش مقتنع بحاجه انا بعملها ومصمم، واللي هو ازاي ممكن تضايقني طبعا. بس هي المواقف دي يعني اتكررت كتير، فالواحد بقى خلاص في دماغه كده ايه، مقرر ان هو مش هيخلي حد يضايقه يعني. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. خلينا نطرح سؤال في الاول محوري يوضح الفكره. ليه الواحد بيلجأ انه يبرر تصرفاته؟ لو قعدنا عصرنا دماغنا كده هنلاقي الاجابات معظمها عباره عن عشان ما حدش يفتكر اني وحش، او عشان اتباهى اني ذكي جدا وبعمل حاجات ما تخطرش على البال، او عشان مستني فيدباك من اللي قدامي عشان يقول لي برافو عليك، او مستني حد يصلح لي معلومه غلط مثلا. ايه ده لا 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 كات، ده غلط يا جماعه، غلط ما ينفعش. لان انا لو قلت معلومه غلط وحد قال لي ان ده غلط، الموضوع هيقلب بخناق، وفي الاخر هقول له طب وانت مالك؟ طب ما كمل اول، ما تبررش اصلا. طيب خلينا نشوف امتى بيحصل التبرير ده اصلا. حاجه من الاثنين، يا اما انا عملت حاجه غلط فببرر باي حجه سخيفه او بكذبه بين قوسين بيضه، يا اما انا عملت حاجه ماشيه بقى مع ظروفي وحياتي وافكاري بس مش عاجبه اللي قدامي، فببرر عشان اثبت له ان انا قد ايه مش وحش. طبعا الكلام ده بعيدا عن المنافي للاخلاق والمبادئ. وفكره التبرير دي الدافع الاساسي بتاعها ان انا ببقى شايف نفسي محور اهتمام اللي قدامي، فببرر عشان هو مهتم جدا بيا وعشان انا قدوته في الحياه، فما ياخدش فكره وحشه عني. خلينا ناخد مثال يوضح الفكره عشان ما نتوهش من بعض. الويك اند رحت واخد المدام والاولاد ورحتوا مطعم بتحبوه، وتاني يوم بتحكي لحد من صحابك اللي انت بتحبهم، راح قال لك ايه يا عم اللي وداك هناك، المطعم ده معفن. وهنا يبدا الموضوع انك بتبدا تعصر دماغك عشان تلاقي اي حاجه تبرر بيها انت ليه رحت المطعم ده. فتبدا تقول له مثلا يا عم انا عارف، انا بس رحت كده يعني عشان نبسط العيال شويه، وبعدين ده المحل ده فيه طبق بطاطس محمره الواد بيحبها قوي الصراحه، وبعدين قشطه يعني ما كانش وحش، يعني الموضوع كان لطيف. ده انت عارف، ده احنا بنخطط الاسبوع الجاي ان شاء الله انا واخد مراتي عازمها على عشاء رومانسي جوه الاهرامات. شوف انت عملت ايه، انت فضلت تبرر له لحد ما قلت له على خططك المستقبليه الرومانسيه مع مراتك. ولما كل هذا العناء يا اخي؟ يعني ليه ما يبقاش الرد مثلا قشطه عادي يعني اتبسطنا الحمد لله؟ ايه ده بس كده؟ والله بس كده. شفت ببساطه تقييمك لخروجتي مش هيأثر عليا بنكله ولا هيغير فكرتك عني، ومش معنى ان انا بقيت بخرج في فنادق 5 ستارز فبالتالي انا هبقى من المقربين مثلا. وهكذا بقى امثله بقى تانية كتير، زي ان حد يسالك على حاجه فانت ما تعرفش ترد، فمطلوب منك انك تبرر انت ليه ما تعرفش الاجابه. يا عم ايه عادي بسيطه، مش عارف الاجابه بسيطه، فانت مش مجبر انك تبرر كل تصرف بتعمله الا لو كان ده في سياق الكلام، وممكن كمان يكون عباره عن توضيح لكن مش تبرير، وفي فرق كبير جدا بينهم. في جمله كده كانت دايما بتيجي على دماغي، معرفش حتى حد قالها قبل كده ولا لا، بس كنت بقول فليظن من يظن ما يظن، بس كده. قول لنا بقى في الكومنتات، تبرير تصرفاتك للناس بيريحك ولا بيزود المشكله اكتر؟ بس كده يا سيدي، بعد ما سمعت رايه وعايز تلبس لابسها في الحيط.
شير ولايك وسبسكرايب. ابرر لك بقى ليه شير ولايك وسبسكرايب؟ عشان الفيديو بقى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، فالناس تستفيد زي ما حضرتك استفدت، ولا تبقى اناني وعايز تستفيد انت لوحدك؟ في بقى الناس. سلام.